سلسلة تاريخ إقليم غرب كردستان. ما حقيقة هوية الأمة الكردية؟ الكاتب القدير الدكتور سوزدار ميدي. قبل البحث في تاريخ إقليم غرب كردستان خلال العهد الحوري ميتاني، نرى من الضروري أن نبحث في هوية الأمة الكردية، ترى ما حقيقتها. ونعتقد أن الإجابة عن هذا التساؤل تساعدنا على فهم طبيعة العلاقة بين الكرد الحاليين وأسلافهم الأقدمين، بمن فيهم الأسلاف الحوريون ذو الصلة الوثيقة بهذا الإقليم الكردستاني. جغرافية تكوين الأمة الكردية. كردستان على شكل مثلث، ضلعه الأيمن جبال زاغروس الممتدة جنوبا وشرقا نحو الخليج السومري، الخليج العربي، الخليج الفارسي، وضلعه الأيسر جبال طوروس الممتدة غربا نحو البحر الأبيض المتوسط، ورأسه جبال آرارات آجري الممتدة شمالا نحو القوقاز. إن هذه المنطقة التي تشكل الجبال عمودها الفقري هي مهد أسلاف الكرد منذ العصر الحجري القديم، وهي من أولى المناطق التي بزغ فيها فجر الحضارة وتم فيها تدجين الحيوانات واختراع فن الزراعة وبناء البيوت. وفي صميم هذه الجغرافية ظهرت حضارة كوزان الكردستانية بمنجزاتها المتقدمة، ومن هذه الجغرافية انحدر الشعب السومري إلى جنوب ميزوبوتاميا، وأقام أول حضارة مزدهرة في غرب آسيا، وفي هذه الجغرافية نشأت الأمة الكردية. وقد مرت تلك النشأة بالمراحل ذاتها التي مرت بها نشأة بقية الشعوب، فكان أسلاف الكرد على شكل جماعات في العصور الحجرية القديم، المتوسط، الحديث، ثم صارت الجماعات قبائل، ثم تجانست القبائل ثقافيا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، وانتقلت إلى مرحلة تكوين شعب أمة، وهو تكوين قائم على الجغرافيا المشتركة والتاريخ المشترك واللغة المشتركة والثقافة المشتركة. أما على الصعيد الإثني العرقي فالأمة الكردية هي نتاج الاندماج عرقيا وثقافيا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا بين أقوام جبال زاغروس وآرارات وطوروس القدماء من جهة، والأقوام الآرية الوافدة إلى تلك الجغرافيا خلال هجرات متتالية منذ حوالي نهايات الألف الثالث قبل الميلاد من جهة أخرى، وقد استغرقت عملية الاندماج الشامل بين الفرعين الكبيرين حوالي 15 قرنا، وكانت السيادة في النهاية للفرع الآري. المرجع كتاب تاريخ العراق القديم، الكاتب جورج رو، الصفحة 308. مراحل تكوين الأمة الكردية. يمكن تمييز 3 مراحل رئيسية في تاريخ تكوين الأمة الكردية. 1. المرحلة الكوتية. في الألف الثالث قبل الميلاد برز اسم 3 فروع من أسلاف الكرد الزاغروسيين: فرع كوتي، جوتي، جودي، وفرع لولو، وفرع سوبرتي.
وقد وضع فرع كوتي أسس التكوين الكردي، إذ وحد الكوتيون أسلاف الكرد في مناطق زاغروس، وحوالي عام 2203 قبل الميلاد أقاموا أول مملكة شملت مناطق واسعة من جنوب وشرق ووسط كردستان، وتصدوا للغزو الأكادي القادم من ميزوبوتاميا، ثم أطاحوا بمملكة أكاد وحكموا ميزوبوتاميا حوالي قرن، وظل اسمهم باقيا في اسم جبل جودي في منطقة بوتان الكردستانية. والذي ورد في القرآن أن سفينة نوح هبطت عليه في نهاية الطوفان واستوت على جودي. سورة هود الآية 44. 2. المرحلة الحورية. واصل الحوريون بمن فيهم الميتانيون ما بدأه الكوتيون بشأن استكمال ملامح هوية التكوين الكردي، فمنذ حوالي منتصف الألف الثاني قبل الميلاد أقاموا ممالك متفرقة في كردستان بأجزائها الأربعة، ووحدوا أسلاف الكرد في تكوين سياسي وثقافي متجانس امتد من كركوك شرقا إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط غربا. وقد سهلت جهود الكوتيين سابقا على الحوريميتاني تحقيق ذلك التجانس، وأتاحت لهم تعميم الثقافة الآرية على مجتمعات أسلاف الكرد. 3. المرحلة الميدية. استكمل الميديون ما أنجزه الكوتيون والحوري ميتانيون، ففي القرن السابع قبل الميلاد ثاروا على إمبراطورية أشور وقضوا عليها، وأقاموا إمبراطورية تمتد من جبال هندوكوش في أفغانستان شرقا إلى وسط الأناضول غربا، ومن تخوم القوقاز شمالا إلى لورستان جنوبا. وأهم إنجاز قاموا به هو تعميم الهوية الآرية في مجتمعات أسلاف الكرد، ولذلك يعتبر الميديون الأسلاف الأكثر فاعلية في صياغة هوية التكوين الكردي جغرافيا وثقافيا واجتماعيا وسياسيا وحضاريا. وبعد أن قضى الفرس على مملكة ميديا عام 505 قبل الميلاد، عملت الدول الفارسية بكل وسيلة لزحزحة المجتمع الميدي إلى هامش التاريخ، وتحويله إلى مجتمع ريفي رعوي متخلف همها الأساسي هو الحفاظ على البقاء. وفي إطار تلك الظروف القاسية غاب اسم الميدي الرفيع المكانة وحل اسم كرد محله، وبهذا الاسم عبر الكرد إلى العهود البرثية فالساسانية فالرومانية فالبيزنطية، وفي العهود الإسلامية منذ منتصف القرن السابع ميلادي اخترع اسم أكراد على وزن أعراب، وبهذا الاسم وصلوا إلى العصر الحديث. إشكال وإضاءات. لعل قائلا يقول: ما الدليل الجغرافي والتاريخي والمنطقي على أن الزاغروسيين القدماء والآريين الذين اندمجوا بهم هم الأسلاف الحقيقيون للأمة الكردية؟ لتوضيح ملابسات هذا الإشكال نقدم الإضاءات الآتية. الإضاءة الأولى: إن ظهور فجر الحضارة في جغرافيا التي سميت كردستان أمر مؤكد عند جميع الباحثين الذين تناولوا تاريخ غرب آسيا القديم، وأكدوا أن السومريين الذين أقاموا صرح أول حضارة في جنوب ميزوبوتاميا جنوب العراق جاءوا في الأصل من جبال جنوب كردستان. المراجع: كتاب الشرق الأدنى القديم، مصر والعراق، المؤلف عبد العزيز صالح.
الصفحة 448. كتاب تاريخ العراق القديم، المؤلف محمد بيومي مهران، الصفحة 91. وأكدوا أيضا أن الأقوام الذين عرفوا بأسماء لولاو وكوتي وسوباري وكاشو وحوري ميتاني وماني وخلدي أورارتو وميدي ماد عاشوا أيضا في تلك الجغرافيا التي عرفت بعدئذ باسم كردستان. ولم يذكر المؤرخون أي معلومة حول انقراض هؤلاء الأقوام وبقاء البلاد التي كانوا يقيمون فيها كردستان بعدئذ فارغة بلا سكان. ويكفينا دليلا على ذلك أخبار الثورات التي كانت تشتعل فيها ضد ملوك الفرس الأخمين، والأحداث التي جرت فيها طوال العهد السلوقي والبارثي الأشكاني والساساني، كالصراعات التي دارت بين البارثيين والسلوقيين، وبين البارثيين والرومان، ثم بين الرومان والأرمن، ثم بين الساسانيين والبيزنطيين، ثم بين الساسانيين والعرب المسلمين. المراجع: انظر كتاب قصة الحضارة، المؤلف وليديورانت، الجزء الثاني، الصفحة 422. كتاب موسوعة تاريخ العالم، المؤلف ويليام لانجور، الجزء الأول، الصفحة 216. كتاب الطريق إلى المدائن، المؤلف أحمد عادل كمال، الصفحة 104 إلى 105. كتاب الذاكرة الأولى، المؤلف عبد الحكيم الذنون، الصفحة 151. ظهور الكرد في التاريخ، المؤلف جمال رشيد أحمد، الجزء الأول من الصفحة 249 إلى 250. وبعد هجرة الميد في أواخر الألف الثاني قبل الميلاد إلى كردستان، ثم هجرة سكيث إليها في الألف الأول قبل الميلاد. لم يذكر المؤرخون أي معلومة عن أي هجرات كبرى قام بها شعب ما إلى كردستان. وظل الأمر كذلك في العهد الأخميني والسلوقي والبارثي والساساني. وفي العهد الأرمني خلال حكم الملك دكران الكبير توفي 55 أو 54 قبل الميلاد. وكان هؤلاء جميعا يتصارعون للسيطرة على كردستان، ولم يقوموا بهجرات كبرى إليها. وبتعبير آخر، كانوا هؤلاء مجرد جالية حاكمة، وانحصر وجودهم في حدود ضيقة، كما هو الأمر في كل بلد يخضع لسيطرة حكام أجانب. الإضاءة الثانية. حوالي منتصف القرن السابع ميلادي، سيطر العرب المسلمون على كردستان، وأزاحوا النفوذ الساسانية، وكانوا يستعينون في الغالب بولاة من الكرد لتسيير الأمور الإدارية. وفي عام 429 هجري 1037 ميلادي تعرضت كردستان لغزو التركمان الغز أوغوز، ثم غزاها تركمان السلاجقة عام 478 هجري 1086 ميلادي، ثم غزاها التركمان الخوارزميون بين عام 625 إلى 628 هجري، ثم غزاها المغول حوالي عام 655 هجري. المراجع: كتاب السلاجقة، المؤلف أحمد كمال دين حلمي، الصفحة 25. كتاب تاريخ دولة آل سلجوق، المؤلف الأصفهاني، الصفحة من 14 إلى 15. كتاب تاريخ الفارقي، المؤلف الفارقي، الصفحة 236.
كتاب جامع التواريخ، المؤلف الهمداني، الجزء الأول، الصفحة 281 إلى 320. كتاب الكامل في التاريخ، المؤلف ابن الأثير، الجزء 12، الصفحة من 481 إلى 500. ثم غزاها التتر بقيادة تيمورلنك بين عامي 796 إلى 805 هجري. كتاب عجائب المقدور في نوائب تيمور، المؤلف ابن عربشه. الصفحة بالأرقام التالية: 73 إلى 76، 124، 128، 398. ثم غزاها العثمانيون والصفويون منذ حوالي عام 1506 ميلادي. وفي عام 1639 ميلادية تقاسمت الدولتان كردستان فيما بينهما بموجب معاهدة تنظيم الحدود. كان هؤلاء الوافدون جميعا غزاة عابرين ولم يقيموا في كردستان بشكل دائم. وأقصى ما فعلته دولة الخلافة العربية هو توطين بعض القبائل العربية البدوية في مناطق سهلية على تخوم جنوب ووسط وغرب كردستان. أما السلاجقة والعثمانيون فزرعوا جاليات تركمانية على الطرق والمواقع الاستراتيجية في مناطق من كردستان ليستعينوا بها في أحكام سيطرتهم على البلاد. وإن تركمان كركوك وتركمان تل أعفر وتركمان إقليم غرب كردستان أبرز مثال على ذلك. الإضاءة الثالثة. طوال تلك العهود ذكرت الغالبية العظمى من سكان كردستان باسم كرد أكراد وليس بأي اسم آخر، وسميت مناطق كردستان بأسمائها. وقد أوردنا أدلة عدة على ذلك في كتاب تاريخ الكرد في العهود الإسلامية، وذكرنا بعضها في حلقات سلسلة دراسات في التاريخ الكردي القديم التي ننشرها، ونكتفي هنا بذكر 4 أدلة. دليل من جنوب كردستان. ضمن أحداث عام 23 هجري 643 إلى 644 ميلادي في خلافة عمر بن الخطاب، قال المؤرخان ابن جرير الطبري وعز الدين ابن الأثير تحت عنوان خبر بيروت من الأهواز: اجتمع ببيروت جمع عظيم من الأكراد وغيرهم، وقد كلف الخليفة عمر القائد أبا موسى الأشعري بالقضاء على أولئك الكرد ومن معهم من الفرس. والجدير بالذكر أن بيروت هو اللفظ العربي لاسم بيروز، وأن الأهواز هي خوزستان، وهي تقع في أقصى جنوب كردستان. وكان اسمها القديم عيلم إيلام، وبعد الفتح العربي استوطنتها قبائل عربية، ويسميها العرب الآن عربستان. دليل من شمال كردستان. في عام 24 هجري 644 ميلادي أثناء خلافة عثمان بن عفان، كان سكان جنوب القوقاز بمن فيهم الكرد والأرمن قد ثاروا على السلطات العربية، فكلف القائد العربي عياض بن غنم بإخماد تلك الثورات وإعادة فرض السلطة العربية. وكان القائد حبيب بن مسلم الفهري يعمل تحت إمرة عياض بن غنم، فدخل أرمينيا حسب ما ذكر البلاذري، وأتى أزدسات في رواية ياقوت الحموي أردشات، وهي قرية القرمز، وأجاز نهر الأكراد ونزل مرج دبيل، ومن المحال أن يكون
هناك نهر باسم نهر الأكراد من غير أن يكون للكرد وجود كثيف. وتسمى تلك المنطقة في المصادر العربية أران. قال ياقوت الحموي: أران اسم أعجمي لولاية واسعة وبلاد كثيرة منها جنزة وهي التي تسميها العامة كنجة وبردعة وشمكور وبيلقان. المرجع ياقوت الحموي معجم البلدان الجزء الأول الصفحة 163. وتلك المناطق الكردستانية على تخوم القوقاز موزعة الآن بين أذربيجان وأرمينيا وجورجيا. وأقام الكرد في جزء منها جمهورية كردستان الحمراء بين 1923 إلى 1929 ميلادي، وكانت تتمتع بالحكم الذاتي. وكرد تلك المنطقة هم أحفاد الحوريين والميديين والكردوخ. وقد ذكر الفيلسوف والمؤرخ اليوناني إكسينوفون زينوفون الكردوخ حينما روى رحلة عودة المرتزقة اليونان 10,000 بقيادته من ميزوبوتاميا خلال 401 إلى 400 قبل الميلاد، وتوجههم شمالا نحو البحر الأسود مخترقين جبال كردستان، ووصف المقاومة الشرسة التي لقيها هو وأتباعه من قبل الكردوخ. المراجع باسيليني كيتين، كتاب الكرد، دراسة سوسيولوجية وتاريخية، الصفحة 45-47. ولديورانت، كتاب قصة الحضارة، الجزء 6، الصفحة 350. دليل من غرب كردستان. ذكر عز الدين ابن الأثير ضمن أحداث سنة 15 هجري 636 ميلادي تحت عنوان فتح حلب وأنطاكيا وغيرها من العواصم أن القائد العربي أبا عبيد عامر بن الجراح قاد الجيش العربي لفتح شمال سوريا، فقال: وفتحت قرى الجومة وسرمين وتزين، وغلبوا على جميع أرض قنسرين وأنطاكيا. ابن الأثير، الكتاب الكامل في التاريخ، الجزء 2، الصفحة 326. وانظر البلاذري، فتوح البلدان، الصفحة 150. والجومة التي ذكرها ابن الأثير والبلاذري هي سهل جومة في منطقة عفرين، وما زال معروفا بهذا الاسم، ويعني بالكردية المنخفض، لأنها منخفضة واقعة بين سلسلة جبل ليل شمالا وسلسلة جبال هشتيا غربا. ولا علاقة لهذا الاسم وبهذا المعنى لا باللغة العربية ولا باللغة الآرامية. دليل كردستاني شامل. قال الجغرافي أحمد بن يحيى ابن فضل الله العمري في كتابه مسالك الأبصار في ممالك الأمصار بشأن جبال الأكراد: هي الجبال الحاجزة بين ديار العرب وديار العجم، وابتداءها جبال همدان وشهزور، وانتهاءها صياصي قلع الكفر من بلاد التكفور، وهي مملكة سيسوورد. ما ذكره العمري بحذافيره. المراجع: القلقشندي، كتاب صبح الأعشى، في كتاب الإنشاء، الجزء 4، الصفحة 373. والجدير بالذكر أن بلاد التكفور مملكة سيس تسمى مملكة أرمينيا الصغرى، ومملكة كيليكيا أيضا، وقد أقامها الأرمن في كيليكيا خلال القرن 12 ميلادي، منتهزين ضعف مملكة الروم والغزو الفرنجي الصليبي لشرق المتوسط، وهي متاخمة من ناحية الشمال للواء إسكندرون ومنطقة عفرين،
وهذا يعني أن جبال الكرد حسب قول العمري كانت تمتد من شهرزور منطقة سليمانية في جنوب كردستان، وتمر بشمال كردستان وتصل إلى منطقة عفرين في أقصى غرب كردستان. الإضاءة الرابعة. خلال العهود الإسلامية من القرن التاسع ميلادي إلى منتصف القرن التاسع عشر ميلادي، تأسس عدد من الحكومات في كردستان، وكانت حكومات كردية قادة ورعية. نذكر منها البعض من الحكومات الكردية في التاريخ: الحكومة الروادية في أذربيجان 203 إلى 618 هجري، والحكومة الحسنوية في همدان 303 إلى 405 هجري، والحكومة الدوستكية المروانية في كردستان الوسطى 305 إلى 478 هجري، والحكومة العنازية في حلوان 308 إلى 644 هجري، والحكومة اللورية الكبرى في لورستان 505 إلى 827 هجري، والحكومة اللورية الصغرى في لورستان في سنة 125 إلى 570 هجري، والحكومة الأردلانية في جنوب كردستان 617 إلى 1284 هجري، وإمارة بدليس قضى عليها العثمانيون عام 1836 ميلادي في شمال كردستان، وإمارة بابان في جنوب كردستان قضى عليها العثمانيون عام 1805 ميلادي، وإمارة الهكارية في كردستان الوسطى قضى عليها العثمانيون عام 1845 ميلادي. والسؤال الذي يفرض نفسه هو: بما أن بلاد أسلاف الكرد لم تكن خالية قط منذ سقوط مملكة ميديا عام 505 قبل الميلاد، ولم تصبح عرضة لهجرات كبرى، ولم يقم فيها الغزاة والفاتحون بشكل يغير طابعها الديمغرافي الأصيل، وظلت معروفة إلى حد كبير بسكانها الكرد وبأسمائها الكردستانية، وقامت فيها حكومات كردية بقادتها ورعيتها، ولم نقرأ في التاريخ أن أناسا هبطوا على كردستان من كوكب آخر أو انبثقوا من الأرض. إذن من هو الشعب الذي أقام وما يزال يقيم في كردستان؟ هل هناك تفسير جغرافي وتاريخي ومنطقي سوى أن الكرد الحاليين هم أحفاد أولئك الأسلاف القدماء؟ توضيح: هذه الدراسة كتبها الدكتور سوزدار ميدي في تاريخ 27 أكتوبر 2013. إعداد سردار رامان.